أفريقيا كانت مستعمرة، وأفريقيا تمردت، ربما آخرها كانت جنوب أفريقيا، وصارت على طريق درب الحرية ووصلت. الشعب الفلسطيني يدفع الدماء من أجل الوصول إلى حريته. سنصل بدعمكم، دعم الشرفاء، دعم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ودعم الشعب المغربي، ودعم كل أحرار العالم. شكرا لك. اللي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أولا للتنديد بالمحارق والمجازر التي يقترفها العدو الصهيوني حق شعبنا الفلسطيني، ولكن أيضا للتعبير عن تضامننا مع الصحفيين الفلسطينيين. لأول مرة في تاريخ البشرية في أقل من شهر يتم قتل أكثر من 50 صحفي. هذا سابقة في تاريخ البشرية، لم يحدث في أزمة من أزمات التي عاشرتها البشرية أن تم قتل كل هذا العدد الهائل من الصحفيين في وقت وجيز. وتفسيرنا في ذلك أن العدو الصهيوني يستهدف قتل الصحفيين لأنه أطبق حكمه على الإعلام الغربي، وأصبح الإعلام الغربي أو لنقل جزء كبير من الإعلام الغربي مكون أساسي من مكون العدوان الذي يشن ضد الشعب الفلسطيني. ولم يبقى أمام العدو الإسرائيلي إلا محاولة جزء من الإعلام الذي ينقل الحقيقة، وهو الإعلام الفلسطيني، وبالتالي هو يستهدف الشاهد، يستهدف نقل الحقيقة. وهذه المرة تقدم خطوات بعيدة جدا العدو الصهيوني حينما لم يعد يكتفي باستهداف الصحفيين مباشرة، بل يستهدف أسر وعائلة الصحفيين ومنازل الصحفيين. هو يدمر بيوت ومنازل الصحفيين فوق رؤوس أفراد أسر وعائلة الصحفيين. الغريب في الأمر أن المجتمع الدولي يشارك في مؤامرة الصمت على ما يقترب من جرائم في حق الصحفيين. نحن عهدنا في منتديات في البرلمان الأوروبي وفي منظمات حقوق الإنسان الدولية، حينما يتم التضييق على صحفي واحد فقط تقوم القيامة ولا تقعد. أين هي هذه المنظمات؟ أين هي هذه المنتديات؟ إلى هذه الدرجة الدم الفلسطيني رخيص؟ إلى هذه الدرجة الدم العربي والإسلامي رخيص؟ أيتها المنظمات الدولية الحقوقية يا البرلمان الأوروبي وغير البرلمان الأوروبي تحتجون على التضييق على صحفي، على اعتقال صحفي، ولكن حينما يتم قتل 50 صحفي مع أفراد أسرهم تشاركون في مؤامرة الصمت. هذه أيضا فرصة للتنديد بجزء كبير من الإعلام الغربي الذي قبل أن يقاسم الفراش العدو الصهيوني، قبل على أن يكون خادم وآلة أو أداة من أدوات تنفيذ السياسة الإجرامية للعدو الصهيوني. ونحن نلاحظ حجم التواطؤ وحجم التعديل وحجم الحقيقة كما هي حينما نرى الأداء الإعلامي الغربي اليوم المتحيز بصفة أو جزء من الإعلام الغربي، لا نعمم، جزء من الإعلام الغربي المتحيز للعدو الصهيوني لما يقترفه من جرائم. اطمئنوا أيها الشعب الفلسطيني، الشعب المغربي كله معكم، اطمئنوا زملائنا الصحفيين في فلسطين، نحن الصحفيين المغاربة معكم، نساندكم، نتضامن معكم، وما ستطلبوه منا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لن نتوانى له وحدة واحدة في القيام به، لأننا في ذلك سنقوم بواجبنا في الدفاع عن أنفسنا، لأن العدو لا يستهدف الصحافة الفلسطينية ولا يستهدف الشعب الفلسطيني لوحده، هو يستهدف أحرار العالم، يستهدف الصحفيين في كل أرجاء العالم، الصحفيين الأحرار المستقلين الحقيقيين. اليوم النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتنظم هذه الوقفة التضامنية الرمزية مع شهداء القضية في فلسطين المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. اليوم نحن نريد أن نقول على أننا متضامنون مع شهداء القضية من الزملاء والزميلات مع المدنيين الذين قضوا في هذه الحرب التي تدار اليوم منذ شهر تقريبا، والتي ذهب ضحيتها زملاء وزميلات لنا يحاولون فقط نقل الحقيقة، والحقيقة كما هي وكما تحدث اليوم في غزة. نعتبر على أن استمرار قتل المدنيين بقطاع غزة هو جرائم ضد الإنسانية. نطالب كنقابة وطنية الصحافة المغربية المنتظم الدولي بالتدخل الصارم من أجل إيقاف سلسلة هذه المجازر ومن أجل حماية الصحفيين والصحفيات أثناء ممارسة مهنهم في هذه الأوضاع الكارثية. اليوم ونحن نتضامن مع الصحفيين والصحفيات لا يمكن لنا إلا أن نكون بجانب كل فلسطيني مضطهد يقاوم ويناضل من أجل حرية أرضه ومن أجل فلسطين حرة عاصمتها القدس.
ما تنسوش تابونو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد من الفيديوهات معكم تيفي.